السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسجيل الثاني، أول شيء يجب أن نعرف ما هو ال HbA1c أو ال HB1c. يقال له بالعربي السكر التراكمي. هو فعلا تراكمي، بس يتراكم على إيش؟ أنا ببسط لكم لأني أشتي الرسالة حقي توصل لكل الناس، للفلاح، للعامل، المش متعلم، المتعلم، المثقف، السياسي، الاقتصاد، كل الناس اللي يعرفوا في الطب، اللي ما يعرفوش في الطب. السكر التراكمي يعني حاجة السكر يتراكم فوقها. ال HB اللي هو الهيموغلوبين في الدم، ال HB. سكر تراكمي يعني يتراكم السكر فوق ال RBCs، الريد بلاد سيلز، خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء لما تجي تشوفها فوق تحت المجهر طبيعية، لونها أحمر. يجي السكر التراكمي يكون غلاف فوق الإيش؟ فوق كريات الدم الحمراء. طيب كريات الدم الحمراء مسؤولة عن تغذية من؟ كل الجسم، من الدماغ الأجهزة كلها التي في الجسم، من تنفسي، من هضمي، من كبد، من طحال، من انتستاين، جاسترو انتستينال تراكت، والجهاز البولي، وكله الجسم كله يعتمد على خلايا الدم الحمراء اللي تمده بإيش؟ بالأكسجين. بالأكسجين، لأن حاملة للأكسجين. خلصنا؟ طيب سكر تراكمي، يجي السكر الزيادة هذا يتراكم لك فوق خلايا الدم الحمراء. مصيبة، كارثة هنا. لا حد تقدر توصل، زي اللي يخنقها يعمل له ماسك زي حق الكوفيد لا تقدر حد توصل أكسجين للدماغ، فتبدأ هنا الأعصاب بالتلف. ليش؟ أول حاجة عند مريض السكر تتلف، أول شيء يتلف عنده الأعصاب. عشان كده دايما يعطونا النيروبيون والفيتامين B12 والأشياء هذه. هادو عن منشطات نحن ليش نعالج بالأدوية دي وعندنا الحل الصحيح الجذري؟ الأدوية كثرتها مش كويسة يا جماعة، والله العظيم. في اتفاقيات سرية تمر، ونحن قد راسنا شيء من الموضوع هذا بين أطباء وبين صيادلة عشان تمرير أدوية. لكن الواحد يتقي الله، هذه مهنة إنسانية. المهندس يتعامل مع خشب وإسمنت، النجار يتعامل مع خشب ومسامير، المحامي مع ورق، لكن أنت كطبيب تتعامل مع روح بشرية، يجب أن تتقي الله. طيب نسأل لهم الهداية. فبدل من هذه الأمور كلها نعالج السكر التراكمي عشان نخلي خلايا الدم هذه الحمراء توصل الأكسجين وتقوم بعملها على أتم، يعني بكامل صلاحيتها وبكامل نشاطها، بدون أي سكر يعيق عمليات نقل الأكسجين. كيف نسوي؟ والله ومن نفسي بيده وأكلمكم وأنا صايمة، يعني شوية وأقوم أفطر. بسيط 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 جدا الحل، وعن تجربة. أنا عندي في البيت وفي العائلة كثير هيريديتي، سموها هيريديتي يعني مرض وراثي، بس أنا لحد الآن الحمد لله ما جانيش، لكن أقل أهلي كثير وهذا، بس أنا لأننا عاملة نظام صحي لحياتي. لكن الأقارب ثاني أجاهم الأغلبية أجاهم السكر، لكن إن شاء الله تم علاجهم وشفائهم، وحتى من جيراني تم علاجهم وشفائهم. شوفوا كيف. بس لا تستغربوا من كلامي، جربوها وبعدين اتكلموا. أول شيء اقطعوا حاجة اسمها الرز نهائي. هذا الرز ما تفكروش فيه. الخبز، البطاطس، الرز، الخبز، البطاطس. ليش؟ لأنه يحتوي على نشويات. هذه النشويات منها أنواع كثير لعلمكم. النشويات اللي موجودة بهذا بالرز، بالبطاطس، بالخبز، لا يقول لكم مش خبز اسمر وابيض، هو كله سوا، بس يزيد الاسمر انه فيه فايبرز، فيه الياف بس. طيب تقطعوا الثلاث الحاجات هذه. اولا هذه اول صدمه للجسم يتلقاها، اول علاج. لانه هذه النشويات اللي موجوده في هذه الثلاث الحاجات ايش تعمل؟ تعمل على اول ما توصل الى داخل المعده تتحول على طول مباشره دايركتلي من ستارش اللي هي النشويات والنشا إلى سكريات، جلوكوز.
توقفوا حاجة اسمها فواكه. لا تقولوا ليش الفواكه في مفيدة، وقفوها انتوا الآن في حالة تنظيف للجسم، لأن كل الفواكه تحتوي على سكر اسمه الفركتوز. الفركتوز هذا خطير جدا برضه. بعدين لما تتعدوا مراحل انكم انتهيتوا من السكر التراكمي ارجعوا كلوا فواكه. قلنا لا ناكلش فواكه، نتوقف عن الخبز، الرز والبطاطس. خلصنا؟ طيب ايش ناكل؟ انا بقول لكم والله شيء يستغرب العقل. ربنا معطينا كنوز بين ايدينا ونحن ما نستغلهاش. من منا ما يعرفش البامية؟ هذا البعض يستغرب. البامية هي الخضار الوحيد اللي موجود فيها الكروميوم، مادة اسمها الكروميوم. الكروميوم هذه مادة غريبة معجزة من معجزات الخالق. لما تتناول البامية وخاصة الماء حق البامية اللزج هذاك، الكروميوم يمنع التصاق السكر. شوفوا المفاجأة الآن الخطيرة، يمنع التصاق السكر بكريات الدم الحمراء، ما يلتصقش، يحصل تنافر بينهم. إذا عليكم بأكلة. إذا ما تقدروش تأكلوا البامية، قطعوا 5 إلى 6 حبات قطع صغيرة وحطها في كاس من الليل والصباح. ابعد البامية واشرب الماء اللزج. الماء اللزج على الريق مفعول السحر. شهر واحد ما عاد فيش عندك سكر تراكمي، خلاص انتهى الموضوع. طيب في بعض أطباء اليوم بيسووا عليها منصات وبيسووا يعني هذه خانة المهنة وطلعت أسرار. أنا لا أخاف في الحق لومة لائم، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الطب ولا في شيء. أنا أتعامل مع رب، ما أتعامل مع خلق. والحقائق اللي تخبوها على البشر وعلى الناس، وهاتك يا جلد الجلد أدوية أدوية أدوية. أول شيء مضاعفات، يعني سمعنا بالطب سايد إفكت اللي هي الأعراض الجانبية، وفلوس كمان، والناس مش قادرين عاد زي أول يصرفوا على الأدوية زي ما كانوا أول. طيب خلصنا من هذه الحكاية. البامية، يا أما أنك تاكل يوميا بامية طبق صغير كده وما يكونش فيه زيت، فور البامية تفوير. أو إنك إذا مش من عشاق البامية، قطع البامية لقطع صغيرة وبلها من الليل واشرب الماء حقها في النهار، وأرمي الخضار البامية. خلصنا؟ أعتقد أنه بسيط في متناول الجميع ورخيص جدا. طيب عندنا الحاجة الثانية القرفة، السينمون. من ما يعرفش القرفة؟ مفعولها مفعول سحر بالنسبة للسكر التراكمي. بعد ما تتناول كل وجبة تتناولها، بقول لكم بعدين الوجبة إيش اللي تتناول. وأكثر شيء ركزوا على الشعير، الشوفان. في عندنا في اليمن ما شاء الله عندنا خبز الشعير ده متوافر بشكل خطير. اللي مش متوافر عنده طحين الشعير هذا، يشتري هذا الشوفان كويكر اللي يجي في العلب. يا ما تقدر تطبخه في أي شيء، اطبخه زي شوربة، اطبخه مع البامية طبخة، حطه داخل 3-4 ملاعق بين سلطة خضراء وكلها. هذا أكبر. أول شيء يشعرك بالشوفان الشعير مادة غريبة لما يدخل الجسم زي الاسفنج. أول شيء أول ما يدخل المعدة يبدأ ينتفخ ينتفخ ينتفخ، لما يملي المعدة ويحسسك بالشبع، تشبع بسرعة بعد ما تاكل الشوفان. إذن ما ياخد يعني عنده قدرة عجيبة على إشعارك بالشبع. وثانيا مفيد جدا، مليان بالحديد والفيتامينات. وثالثا وهو المهم، لا يرفع معدل السكر. طيب نجي الآن أيضا إلى جانب، نرجع لموضوع السينمون اللي هي القرفة. القرفة بسيط جدا. بعد أن تتناول كل وجبة، حتى لو عفص الدنيا شوية، أكلت لك قليل سكر، زبيب، حبة شوكولاتة وده، حسيت نفسك لأنه بني آدم يعني صعب إنه يمتنع فجأة. إذا خبصت وده خبصت ما خبصت، بعد كل وجبة، بعد الإفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، كاس حار من المي حار، تعمل داخله ملعقة صغيرة حق شاهي، ملعقة صغيرة حق شاهي.
أو حتى بعضهم يسووا نص ملعقة على قدر استطاعتك، ملعقة صغيرة عق شاهي مسح كده، أو نص ملعقة سينمون اللي هي القرفة، وتطرحها داخل الكوب وتخلطها بالملعقة وتغطي عليه، تخليه يركد شوية لما يصير دافئ. بعد ما تخلص هو قبتك اشربه على طول. ايش يعمل السينمون؟ نفس مفعول البامية. اول شيء يحرق السكريات الذي اكلتها بسرعة، ما يخليهاش تهضم في داخل المعدة بسرعة، يطرد يصرفه من وما يخليهاش تلتصق بكريات الدم وتعمل لك مشكلة السكر التراكمي. طيب اذا القرفة 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة. في حاجة عندنا في اليمن كنز، طبعا عند المصريين كمان القدامى من زمان، من ايام الفراعنة لو تروحوا تسألوا، في عندهم مشروب اسمه الحلبة الحصى. لما تروح اي مقهى في داخل مصر قول لهم اشتري حلبة حصى، هو عبارة عن حلبة يغلوها ويشربوا المي حقها، هذا مفيد جدا. لكن نحن عندنا في اليمن حاجة أفيد. طبعا السلتة ومش عارفة إيش والحلبة الذي ناكلها وده، لكن الأفيد منه إيش بقول لكم؟ إنه في ناس ما يطيقوش الحلبة أصلا. فإيش نعمل نحن؟ برضو نفس الشيء، بعد ما تشرب الكاس حق السينمون اللي هو القرفة، اعمل لك كاس ثانية مي حار وفيه ملعقة صغيرة يعني ملعقة شاي من الحلبة الباودر، الحلبة المطحونة، خلطها بالملعقة كده خلطة بسيطة وغطيها، ولما تركد لما تصبح دافية اشربها. وخاصة خلوا بالكم، وخاصة لا تزودوا من الحلبة كثير. أكثر شيء الكاسة واحدة، مش زي السينمون 3 كاسات، كاسة واحدة قبل النوم بساعة، ساعة ونص كده خلاص تشربه وتنام، يعني شيء خطير. طيب التزمنا بهذا الشيء، البامية، السينمون، القرفة، الحلبة، امتنعنا عن الرز، السكر، السكريات بشكل عام، حلويات ده خلاص بعد منها، الطحين الأسمر والأبيض، الرز، البطاطس خلاص امتنعنا عنه. روحوا امشوا على النظام هذا لمدة شهر. ايش بتاكلوا؟ كلوا كل انواع الخضار التي تجي لكم، معانا مليان خضار، لكن ركزوا لي على البامية، على الكرومب اللي هو الكوبيش احنا نسميه كابج، البقدونس، الجرجير، الاشياء هذه. وركزوا على اهم حاجة اللي هو الشوفان. في فوائد لا تعد ولا نحسبها، بنسوي حلقة كاملة عن الشوفان. بعد ما تستمروا بهذا الشيء لمدة بس شهر واحد، امشوا على هذا النظام. إذا كان حقك السكر التراكمي 9 مثلا، هو عادة الطبيعي لحد 5 5.5 6، انت عادك في السيف سايد، في الأمان. يتعدى لل7 ويطلع من 7 لل8 لل9، في ناس طلع عندهم لل13، في ناس طلع عندهم من أسرتنا ومن أسر نعرفها طلع عندهم لل13. والله ومن نفسي بيده وحياة صيامي في العشر الأواخر التزموا بهذا النظام لشهر، راحوا يقيسوا السكر التراكمي لقوا كم؟ 5.5. 5.5. التزموا بهذا الشيء، وبعدين تجي تقيس. لما تجي تقيس السكر خلاص منتظم، ما يتعدش 80 ل90، أكثر شيء 100. خلاص ما عاد فيش حاجة 200 300 400، خلاص انتهينا. اللي معه مجيزة في البيت انتهى الموضوع. فالله يجعل هذا التسجيل في ميزان حسناتنا إن شاء الله. التزموا، ما عليكم من كثر الأدوية، قال لكم إمريل، جلوكوفاج، إنسولين، مش عارفة إيه، ونيروبيون وفيتامين B12 ومش عارفة. عالجوا الأساس، عالجتوا HbA1c، السكر التراكمي، كل المشاكل بتنتهي. تعالوا على نفوسكم شهر واحد، وبعد كده ابدأوا بالتدريج العودة للحياة الطبيعية. كلوا سكريات بهدوء، الرز دخلوا على طعامكم بهدوء، قليل قليل، العيش نص رغيف في اليوم، وهكذا. وإن شاء الله قدامكم العافية. اللهم يا رب حق العشر الأواخر
اجعل هذا التسجيل وهذا البحث في ميزان حسناتي. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. شكرا جزيلا دكتورة نشوى.